السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بصوا بقى الفطير بجماله وحلاوته، فطير رص، فطير مشلتت. النهاردة هنعمل فطير جديد، ده كمان فطير محلي، فطير بطريقة جديدة وبطريقة سهلة خالص. هتتبسطوا معايا وتشوفوها ان شاء الله. بصوا طالع ازاي، بصوا مورق ازاي، ومن غير فرد ومن غير فرن. بصوا الجمال. نبص معانا على الجرمشة بتاعته وازاي مورق. بص الله اكبر اللهم بارك. صلى على الحبيب المصطفى. اتمنى يكون الفيديو فعلا هيعجبكم وتعملوه بجد. بصوا الجمال، حاجه كده خفيفه خالص، وكل ده من غير فرد، من غير نشابه، من غير فرن. طريقه سهله وبسيطه خالص، وكتير عملها على النت يعني كتير، وانا حبيت اجربها بصراحه. بس طلعت فعلا طريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا لاي حد ما بيعرفش يستعمل النشابه والعود ونفسه ياكل فطير مشلتت. وبالهنا والشفا، واتمنى ان انتوا فعلا تجربوا الفيديو وتشوفوه وتشوفوا معايا الطريقه ازاي بالظبط. بصوا الجرمشه، بصوا انا عايزاكم تسمعوا الجرمشه. بصوا ما شاء الله وسخنه لسه نازله. بصوا بصوا الفطير ما شاء الله، حاجه كده الله اكبر اللهم بارك. لا فرن ولا فرد، بيتعمل مره واحده. زيت باين. بصوا الجمال مش كده على بعض. لكن المفروض بالنشابه وبالعود بالظبط، حاجه كده الله اكبر. يعني هتقول بقى على ففرد. نبدأ ونشوف الطريقة ونقول بسم الله. طبعا ده العجين دقيق ومية وحبة ملح، بس المرة دي مش حاطين معلقة سكر. تمام. تفضل تدعك في العجينة زي ما انت شايفاها بالملمس ده لحد ما تفصل معاكي. وبعد كده بتاخديها على سطح العمل وتشتغل معاها كده، بتفضل تدي فيها بحيث ان هي تعمل عرق حلو، وفي نفس الوقت تبقى معاكي العجنة كويس وتشتغل معاكي صح. بص ملمسها يفضل معاكي كده. وكمان تحب يعني تريحيها، تدعكي شوية ودقيقة وتسيبيها وتشتغلي فيها تاني لحد ما توصل معاكي ملمس حلو. واهم حاجة لو سبتيها وريحت هتديكي نفس النتيجة برضو. المرة دي مش هستعمل لا الشيبة ولا العود ولا اي حاجة خالص. كل اللي انا هعمله ان انا مش هقطعها، هحط العجينة كده مرة واحدة واحطها في السمنة، او السمنة وزيت، او السمنة بس، او الزبدة بس. واحاول ان انا اعمل زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي، واحط كل المادة الدهنية اللي انا هستعملها في الفرد، هحطها عليها زي ما اقول هنجحها في السمنه، او هسيبها تريح في كميه السمنه اللي انتوا شايفينها دي. وهسيبها حوالي ساعه ونص او ساعه. هتشتغل معاكي بصي تبقى مطاطيه زي اللبانه كده اهو. هتبقى ما شاء الله الله اكبر. ونقول بسم الله وبنشتغل. بصي تتفرد معاكي ازاي بكل سهوله. حاجه كده روعه وحاجه جميله جدا، اكنك بتعملي ماسكه البانه وبتلعبي بيها. الله اكبر. بصي بتبقى كده وبتديكي نفس النتيجه بتاعت التوريجه بتاعتها. هتعملي ايه؟ انت هتلفيها رول. الرول دوا كل العجينه مره واحده. لو انت حاسه ان العجينه عليك كبيره او ما عندكيش مكان تفرد عليه مره واحده زي كده، ممكن تقسم العجينه وتعملها على مرتين، لان انت هتقطع العجينه دي على 3 أو 4 فترات. هتفضل ترول فيها زي كده. وحبيت ان هي كانت عايزه سمنه كمان من نفس السمنه اللي انا استعملتها. كميه السمنه ما بتبقاش كتيره، يعني نص كيلو دقيق بياخد حوالي 250 او 200 جرام من الزبده او السمنه، او السمنه والزيت حسب ما انت عايز. اي نوع سمنه بيمشي، اي حاجه. وزي كده انا بلف الهرول واخليها زي كده وهسيبها. وقطعت على كام فطيره؟ على 4 فطاير. بتبقى فطاير صغيره. انا حبيت المره دي ان هي تكون فطيره كبيره شويه فيها لحم، ما تكونش يعني عدد طبقاتها قليله. فكبرت شويه الفطيره، وممكن اعملها على 3. فانت حسب راحتك وانت حسب ما انت عايزه. ولو حبيتي تستعمليها وتوديها لاولادك في المدارس، ممكن تقطعيها على 5 مرات او 6. هتبقى كده فطيره صغيره حلوه جدا لما ياخدها ابنك او بنتك معاه في المدرسه، توفيرا للي احنا فيه. وصلوا على الحبيب المصطفى. كده هنكمل وهنسيبها تريح شويه، وارجع اقول لكم هنعمل فيها ايه بسرعه وعلى السريع، وحاجه كانت سهله خالص. حطيتها واسيبها تريح. سيبها تريح حوالي نص ساعة. وامسكها واحدة واحدة، هفكها زي ما انتوا شايفين كده اهو. وابدا افرد بيها كده بداية. انا ما استعملتش شغلانة الشبه، كل اللي بستعمله الدهان اللي انا استعملته وصوابع ايدي بس. اهو تطبقيها زي كده زي المنديل، وبترميها دي تبقى فطيرة واحدة. طبعا احنا مش هنطيب في الفرن، ولو حابة تطيبها في الفرن هتبقى جميلة برضو براحتك. بس انا بسهلك ان انت لو ما عندكيش فرن ده بديله، هديكي نفس النتيجة اهو. هكملها زي ما كده وافردها، احاول افرد على قد ما اقدر. كل ما تفردي كل ما تبقى مورجه معاكي اكتر اهو. وتطبقيها منديل
وهسيبيهم برضو يريحوا. بعد ما يريحوا هنروح على البوتاجاز. اظن ان انا عملت لكم الفيديو ده قبل كده برضو، فطير على الفطير مشلتت على عين البوتاجاز. الطريقه اهو، انت بتحطيها وبتفرديها ولازم تشمع من تحت وبتغطيها. لما بتغطيها بتنفخ معاكي وبتتنفخ وتبقى ما شاء الله زي ما انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. انا بس حبيت كنت افكركم بالطريقه اهي. كل اللي انت بتعمليه بتشمعيها بس بايه، بتفضلي تقلبي من الناحيه دي للناحيه دي، مش تسيبيها على ناحيه واحده. وعمليه التغطيه دي بتنتفخ وبتديها ما شاء الله، بتبقى قوامها حلو وبتبقى مورجه من جوه وبيبقى فيها لحم حلو. وبالهنا والشفا. اتمنى يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم. طريقه سهله خالص، نص كيلو دقيق و200 جرام من السمنه او نص كوبايه سمنه او شوب سمنه صغير عمل لي عشوه حلوه، او كفايه اللي ممكن اولادي ياخدوه المدرسه معاهم في الغلا اللي احنا فيه ده. المهم ان انت بتحاولي تتصرفي وتمشي على قد امكانياتك في البيت، وربنا يعينكم يا رب. وصلوا على الحبيب المصطفى. واتمنى يكون ان شاء الله الفطير عجبكم، وطريقه سهله وبسيطه زي ما شفتوا معايا مجرمش ازاي مورج ازاي. كان حلو خالص وسهل. واحنا عملنا انواع كتيره من الفطير المشلتت، هتشوفوها شايفينها عندي على القناه بكل تفاصيلها بكل انواعها. يعني اللي ما بتعرفش مش هتقول عدس. تمام. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه للفطير، حاجه كده الله اكبر. اظن ما تنسيش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو عشان يرفع والكل يشاهده. ما خدش مني وقت خالص، وبطريقه سهله وبسيطه. وجربي، ما تقوليش معرفش، جربي. اي حاجه في الدنيا عايز تجربه. بصي طالع متجمع كيف من فوق ومن تحت، لان انت بتقلبيه على الناحيتين ما بتسيبوش، وبتكوني موطيه النار شويه مهديها، مش بتبقى عاليه. بس بعد ما بيشمع معاكي، وبتحاولي انت اول ما بتطلعيه بتحاولي تغطيه بكيس او فوطه كده عشان يبقى طري معاكي ويبقى جميل. بصوا جماله وبصوا حلاوته معايا، الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناه. بصي حاجه كده الله اكبر. او اللي ما بتعرفش هتاكل فطير مشلتت اهو بطريقه سهله وبسيطه. واتمنى يكون الفيديو كمان مره يكون عجبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناه. بصوا التوريجه، بصوا مفرع ازاي، ولا ملكلكه ولا اي حاجه، ومنفوخه ما شاء الله، وعلى عين البوتاجاز من غير اي نشابه ومن غير اي عود، وباي نوع سمنه اهو. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، الله اكبر. وبالهنا والشفا ليكم، واتمنى ان انت تعمليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.